اهلا بيكي في مطبخ فراولة. شايفة البسبوسة دي؟ دايبة ومرملة وطعمها لا يقاوم، بالظبط كأنك جايباها من افخم محل حلويات. النهاردة هنعمل البسبوسة بالفول السوداني، طعمها خرافي، ناعمة ومتماسكة، من غير لا عجن ولا بيكنج باودر ولا دقيق. يا جماعة البيكنج باودر والدقيق ده بس للكيك. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة ومبسطة جدا، ومكوناتها كلها في البيت. ركزي معايا خطوة وخطوة وهتطلع معاكي روعة، وريحتها تملى البيت. يلا بينا. بس اذا كنت اول مرة تشوفيني، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديدة. تعالوا نشوف مكوناتها ايه. معايا هنا بولة هحط فيها 4 مكونات فقط. اول حاجة 3 كوبايات الا ربع من الدقيق السميد. ودقيق السميد هنا مش جاهز، يعني مش الكيس الجاهز اللي بنشتريه من العطار او من السوبر ماركت. لا، دقيق السميد الجاهز بتاع البسبوسه الجاهزه اللي بتتباع في اكياس، طريقتها مكتوب عليها من بره، وطريقتها ومكوناتها غير دي خالص، فاحنا بنشتريها سايبه. دقيق سميد ناعم، بتجيبيه برضه من اي عطار او اي سوبر ماركت بيبيعها سايبه، مفيش مشكله خالص. بتجيبي 3 كوبايات الا ربع، بتحطيهم في بوله، ومعانا كمان كوباية من السكر، كوباية معيارية أو كوباية من البيت. لو مش هتشتغلي بالكوبايات المعيارية يبقى اشتغلي بكوباية واحدة لكل المقادير، يعني اشتغلي بكوباية واحدة لكل مكونات البسبوسة من الألف للياء. هاتي كوباية واحدة وتشتغلي بيها في كل المكونات. هنا حطينا تاني مكون اللي هو السكر على دقيق السميد بتاعي، ال3 كوبايات الا ربع سميد، ومعايا نص كوباية من السمنه البلدي. طبعا متاح ليكي تستخدمي اي نوع سمنه براحتك، بس انا بفضل في البسبوسه السمنه البلدي، بتبقى ريحتها مفحفحه قوي. فنص كوبايه من السمنه البلدي، وهبدا ابس كده بالسباتيولا، حاجه بسيطه خالص كده لغايه ما اشرب كل كميه الدقيق اللي معايا سمنه، كل حته في الدقيق السبيت بتاعي يتشرب كله سمنه، هيبقى عامل زي رمل البحر المبلول كده، اكن رمل مبلول. زي ما شايفين كده هنبس بطريقه بسيطه خالص، بحيث ان كل جزئية لازم تتشرب السمن بتاعي. طريقتها بسيطة جدا جدا جدا، مفيش اي تعقيدات يا جماعة في الموضوع. لا بنحط بيكنج باودر ولا بنحط دقيق وكل الكلام الفاضي ده. دي الطريقة الكلاسيكية البسيطة بتاعت زمان. دي ابسط حاجة، ودي الطريقة الاصلية بتاعتها. تمام كده. يبقى احنا حطينا دي السميد ونزلنا عليه بالسكر وبعدين السمن. هنا بسينا السمن بالطريقة اللي احنا شايفينها دي بالظبط زي رمل البحر، بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده، زي الرمل المبلول كده على الشط، هو نفس الشكل. هننزل بقى بالمكون الرابع والاخير، كوبايه الحليب بتاعتي. كوبايه الحليب، هنزل بكوبايه الحليب وهقلب بقى تقليب بسيط جدا جدا. يعني انا عايزه بس الحاجه تتشرب لبن. شايفين انا بعمل ايه؟ بشويش خالص، انا مش عايزه اسرع الكاميرا علشان تشوفي انا بقلب ازاي. يا دوب المكونات تتشرب اللبن بس. لكن انا مش عايزه اعجن خالص. انا مش بعجن يا جماعه، بشويش خالص، ومش هعجن كتير. زي ما انا بقلب كده كله يتشرب اللبن، وعلى فكره هتبقى ناشفه. يعني وانت بتعمليها ما تتخضيش لو هي مكوناتها شايفاها ان هي لسه ناشفه، مش زي البسبوسه اللي بتتعمل بالطرق التانية، بتشوفيها سايله خالص وبتنزل كده سايله في الصينيه. لا، مش صح خالص. كل ما بقت سايله كده في الصينيه بتبقى بتنشف في الفرن. لكن احنا عايزينها بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، بعد اللبن ما اتحط، يعني بيبقى قوام برضو ماسك نفسه، مش سايل خالص. اللي هو لما تحطها في الصينيه انت تحتاج ان انت تفرديها بايديكي. دلوقتي هجيب صينيه، والصينيه اللي معايا مقاس 28. لو ما عندكيش مزوره تقيسي بيها، او مقاس 28 دي لو عندك الطقم ال3 صواني بتوع البسبوسه، هي هي المقاس الوسطاني، لا الكبير ولا الصغير في طقم البسبوسه. هنا طبعا كان لازم ادهن الصينيه، بس للاسف انا نسيت ادهن الصينيه. بس كميه السمنه اللي في البسبوسه يعني عدت الموضوع، بس هو المفروض والاساس لازم تدهن الصينيه طبعا، لكن انا نسيت للاسف. ويمكن مسك شويه البسبوسه، مسكت شويه في الصينيه لانه انا نسيت ادهن الصينيه. يا جماعه ما تنسوش تدهنوا الصينيه، تعملوش زيي. بصوا بقى قوامها هنا محتاج ان انت تفرديها بايديكي، مش هتتفرد بالسباتيولا لان هي ماسكه نفسها زي ما احنا شايفين كده. هي ماسكه نفسها، انا مش بضغط جامد، بس انا بسويها وبساوي الاطراف علشان ما تتحرقش وتبقى من جواها مش مستويه. فانا بساوي الاطراف زي ما احنا شايفين كده. كده انا سويتها تمام. هجيب بقى عندي لو عندك اي نوع مكسرات، انا اللي كان متوفر عندي في الوقت ده
الفول السوداني فول حلواني، بحطه بقى برصه كده على اساس ان كل قطعه تاخد واحده او اتنين، وانا بقطعها هرص واحده واحده زي ما احنا شايفين كده، واضغط عليها ضغطه بسيطه مش جامد، ضغطه بسيطه بس تدخل جوه الخليط بتاعي. وخلصت كل الكميه بتاعه الفول السوداني، وهديها خبطتين كده قبل ما تدخل الفرن، خبطتين حلوين كده علشان تتساوى كده. تمام. هدخل بيها الفرن على درجة حرارة 200-220 على حسب الفرن بتاعك، يعني لا 200 لا 220. لو الفرن بتاعك سخن يبقى 200 كفاية او 210، لكن 220 لو الفرن بتاعك بارد. هنا بقى معايا هعمل الشربات وهي في الفرن علشان هطلع الاتنين سخنين. هحط كوبايتين من المية عليهم نص ليمونة، كوبايتين من المية عليهم نص ليمونة. واستخدمت هنا بقى كوباية من عسل الجلوكوز، وعسل الجلوكوز ما كانش متوفر عندي فانا عملته في البيت، وهعمل لكم فيديو هقول لكم بالظبط ازاي بيتعمل عسل الجلوكوز. عايزه اقول لكم بيفرق جدا في قوام البسبوسه، ينفع تعمليها من غيره بس يعني انصحك بيفرق معاه، بيفرق في قوام البسبوسه جدا. فانا استخدمت كوبايه من عسل الجلوكوز اللي انا عاملاه في البيت. هحطه بقى على المكونات بتاعتنا، على الميه وعصره الليمون. على فكره عسل الجلوكوز ده فيه ليمون، يعني فيه نص ليمونه حطاها، بس انا زياده تاكيد حطيت نص ليمونه تانية يعني. وهنزل بكوبايه من السكر، يبقى انا كده معايا كوبايه من عسل الجلوكوز، كوبايه من السكر، كوبايتين ميه، ونص ليمونه، عصره نص ليمونه. تمام كده. هطلع بيها على النار، واول ما تغلي معايا هحط مكونين عليها بعد ما اطفي، الفانيليا ومعلقه سمنه بلدي. تمام كده. هحطهم بقى على النار، هرفعهم على النار دلوقتي، واول ما يغلي زي ما قلت لكم هحط معلقه السمنه البلدي والفانيليا، بس مش بعد ما يغلي وهي على النار. يعني هي خلاص كده القوام تمام، بقى له 10 دقايق بتغلي، بقى له كده 10 دقايق بيغلي، هطفي. وبعد ما بطفي بنزل بقى بالفانيليا بتاعتي علشان بتمرر وريحتها بتروح. فانا بعد ما بطفي على الشربات بتاعي بنزل بالفانيليا، وهنزل بعد كده بمعلقه السمنه البلدي بتاعتي. ودي مش اختياري، دي اساسي علشان بتفرق جدا جدا في الطعم والريحه والقوام وكل حاجه. هقلب بقى، انا من غير ما اقلب هي بتسيح لوحدها. تمام كده. الشربات بيغلي، وعندي البسبوسه كمان جوه الفرن وصلت للمرحله اللي انا عايزاها او اللون الذهبي اللي انا عايزاه بعد نص ساعه. وتابعيها برضو لغايه انا بحبها محمره قوي فانا هسيبها تاني. تمام كده. ده اللون اللي انا عايزاه. هنزل بقى الشربات سخن والبسبوسه سخنه، هنزل بالشربات بكميه الشربات بتاعتي، وهسيبها تقريبا نص ساعه تتشرب. يعني هتقعد في الوضع اللي انتوا شايفينه ده نص ساعه قبل ما تتشرب. البسبوسه دي هتتعمل وتتاكل تاني يوم يا جماعه. عايزاها بسبوسه من الكتاب؟ لا، كليها تاني يوم. يعني هي المفروض البسبوسه تتاكل بعدها بيوم، لو عملتها بالليل تاكلها تاني يوم بكره الصبح. لكن انا ولادي للاسف ما صبروش فاكلناها بعد 3 ساعات، وطبعا مش طالعه برضو بالقوام اللي المفروض لتاني يوم. بعد 3 ساعات سبتها في تتشرب وبردت خالص. بس طبعا زي ما قلتلك لو سبتيها ليلة كاملة يعني تاني يوم اكلتيها هتبقى حاجة تاني خالص، هتبقى قوام تاني خالص، جميلة جدا. تعالوا بقى نقطع حتة كده من الصينية ونشوف القوام عامل ازاي. طبعا القوام بيفرق تاني يوم من اول يوم. انا علشان ولادي بصراحة ما صبروش، يعني مش قادرين يستنوا، وقالوا لي لازم ناكلها دلوقتي. كانت عدت 3 ساعات، يا دوب 3 ساعات. لكن لو تاني يوم زي ما قلت القوام هيطلع احلى واجمل بكتير ومتماسكة اكتر. شايفين مرملة ازاي ودايبة ازاي؟ يعني هتاكلي منها في بقك كده بتدوب في بقك، جامدة بجد، رائعة زي بتاعة المحلات، فيهاش اي افتكاسات. دي بسبوسة زمان، دي البسبوسة الكلاسيكية بتاعت مامتي ومامتي ومامتك وبتاعت جدودنا اللي اتربينا عليها. مفيش اي افتكاسات من بتاعت الايام دي خالص، والاضافات الغريبة اللي بتضاف. جامدة وجميلة جدا جدا، بتدوب يا جماعة، بتدوب في البق. ريحة الفول السوداني مع السمنة البلدي وهم ملت البيت. انصحك تجربيها وقولي لي رأيك في الكومنتات، دي حاجة بتشجعني جدا. ما تنسوش بقى اللايك والشير، وابعتيها لكل حبايبك كمان علشان يشوفوها ويعملوا زيها. اشوفكم في وصفة احلى واحلى من مطبخ فراولة. شكرا ليكم ولمتابعتكم.